السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد بإذن الله. عواشركم مبروكا، نتمنى تعيدوا بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتوا بإذن الله. بمناسبة عيد الفطر جيت نصاوب معكم الحلوات ديال ريشبوند محبوبة الجماهير بأسهل طريقة وبالطريقة الأصيلية ديالها، لأنه حلوات ريشبوند ما كتكونش فيها الزبدة، ولاحظت بعض الناس اللي ولاو كيديروا فيها الزبدة. حنا غنديروها بمكونات ساهلين وبساط. وقبل كل شيء ما تنساونيش من اللايك، واللي كيشوفنا اول مره ما ينساش يدير اشتراك للقناه ويفعل الجرس باش يوصلوا جديد ديال القناه. كنحتاجوا في هاد الحلوه المقادير ديالها 600 غرام ديال الطحين، والطحين كيبقى حسب النوعيه ديال الطحين، لانه كاين بعض الطحين كيكون ثقيل شويه. كنحتاجوا واحد القشره ديال الليمونه تاع حامضه، كنحتاجوا واحد فانيلا، قبيصه ديال الملح، واحد الكاس ديال سنيده مع مرش ديال العنبه، كاس ديال الزيت حتى هو مع مرش ديال العنبه، 3 بيضات، وخماره ونصف ديال بيكين باودر ديال الحلويات، خميره ديال الحلويات. وللتزيين كنحتاجوا واحد الزلافه ديال الكوك، وواحد القرعه صغيره ديال الكونفيتور ديال الحلويات اللي كيكون جاري، وواحد نصف كاس ديال مزهر. غادي نبداو بسم الله. غادي نضيفو البيض، غنضيفو قبيصه ديال الملح، ضروري واحد القبيصات الملحه باش تجينا لذيذه. غنضيفو فانيا، غنضيفو سنيده، وغادي نطربو الخليط ديالنا مزيان كتجانسينا سنيده مع البيض. نضيفو دابا الزيت ونعاودو نطربو مزيان الخليط. نضرب شويه، غنضيف قشور الليمون، صافي غنطربوه مزيان ونبداو نضيفو الطحين شويه بشويه. دابا غادي نبداو نضيفو الطحين، غادي نحيدو هاد الطراب وغادي ندير يديا باش نجمع بها العجينه مزيان. وحاولوا ما ديروهاش قاصحه، كتبغي هي تكون مرخوفه شويه. نزيد نضيف شويه ديال الطحين، صافي غنبقى على هكا ونضيف الخميره، وغادي نبقى حتى نجمع العجين ديالي. دابا سالينا العجينه ديالنا ديال الحلوه على هذا الشكل هذا. هانتوما غادي نبداو نديروها كويرات صغار. درنا الطاوه دهناها اللي غنصاوبوا فيها الحلوه، غنديروا كويرات صغيورين على هذا الشكل هذا، وغنبقاو نستفوا في الطاوه ديالنا حتى نكملوا العجينه كلها هي. دابا سالينا الحلوه ديالنا، كورناها على هذا الشكل هذا. ديروا كويرات يكونوا صغيورين لانه كتطلق. هانتوما شفتوا راه درت فيه كويرات صغيورين، هادو بحرا الطاوه بحرا ساليتها. هذه هي اللي سبقت الاولى، هانتوما شفتوا كي طلقات، وملي كتدخل الفران كتزيد تطلق عليها هكا. الا بغيتوها صغيوره باش ما صغرتوها باش ما كتجيكم زوينه الا لصقتو جوج. عطاتنا هنايا في هذه الطاوه هذه عطاتني 88 حبه، وهاد الطاوه عطاتني 50 حبه. الفران سخون، غادي ندخلها على درجه حراره تكون متوسطه، ما تكونش مجهده ما تكونش مهيله بزاف، وننتبه ليها باش ما تحرقش ليا.
الطيب باذن الله ونتلاقاو. دابا الحلوه ديالي طيبتها، بقى هاد شويه هذا كنوريه لكم. هانتوما كنجمعها وحده حدا وحده باش كيرجعوا الصهد على بعضياتهم. الفران هانتوما شفتوه كيدير، راه ما مجهدش بزاف، شفتوا. نتمنى من الله تعجبكم. دابا راه طابتها، ما كنخليوهاش تتحمر بزاف، غير كتولي هكا ذهبيه كنحيدوها. هذاك الوسط راه كله هو طاب، باقي غير الجناب. الحلوه ديالنا هي وجدات على هذا الشكل هذا. هانتوما شفتوا جات غزاله ما شاء الله. هانتوما كنحتاجوا ليها هنا قلنا الكوفيتير مزيان والكوك وواحد نصف كاس ديال مزهر. هاد المزهر هذا غادي نخلطوه مع الكونفيتير وغادي نحركوه مزيان. كنخلطوا هاد الكونفيتير مع مزهر مزيان وكنضيفوا ليه هاد الحلوه ديالنا على هاد الشكل هذا. كنضيفوا واحد القدر حتى كنصوبوا، عاد كنعاودوا نضيفوا كنحاولوا نخليوها واحد شويه في هاد الكونفيتور. وكنبداو كنلاصقوها وكندوزوها من الكوك ونحطوها في الطبسيل ديال التقديم. بسم الله. صافي كنديرو وحده مع وحده على هاد الطريقه هكا. كنبقاو غاديين حتى كنكملوا الحلوه ديالنا كلها. كنشوفوا الحليوات اللي يجيو مواتين مع بعضياتهم، لانه ما عبرتهمش انا فاش درتهم جاو مخالفين شويه. صافي تندير عليهم الكوك هكا. كتجي غزاله البنات. هاد الحليوه هادي كتجي فنه 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 فنه. صافي كنحيدها كنديرها في الطبسيل ديال التقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. نتمنى من الله تعجبكم. غير جربوها البنات، راه كتجي لذيذه ما شاء الله، والمكونات ديالها رخاصين وبساط. نتمنى من الله تجربوها وتردوا عليا في كومونتيرات. وعواش لكم مبروكه. ما تنسونيش من لايك. اللي كيشوفنا اول مره ما ينساش يدير اشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا جديد ديال القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم